الحمد لله رب العالمين يا رب. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. مددت إليك يداي بالذل معتذرا، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي من به ظمأ. أشهد أن لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد. يقول النبي محمد: البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي. ثم أما بعد، أوصيكم أيها الإخوة الأحباب بتقوى العزيز الغفار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. موضوعنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن مظاهر الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بعث النبي رحمة إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان بالمؤمنين رؤوف، كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين وبغير المؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ربنا سبحانه وتعالى لم يعذب أحدا من صحابته لوجود النبي بين أظهرهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سيدنا أمامة ابن آثال، أثامة ابن آثال، كان راجل مشرك وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين وقع في الأسر. أسره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف رحمة النبي اللي ما يتكلم على الرحمة ويتكلم على الحرية. إن الذي أسس الحرية لهو النبي محمد. إن الذي أسس وأرسى دعائم الرحمة لهو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كان هو الرحمة. كان يقول للصحابة وهم رايحين يحاربوا: لا تقطعوا شجرا
ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا صبيا. شوف رايح يحارب يقاتل أعداء الله، يقاتل أنصار الطاغوت، ورغم ذلك يقول للصحابة اوعى تقتلوا عيل صغير. شوف الرحمة حتى بأعداء الله. اوعى تقتلوا عيل صغير، اوعى تقتلوا امرأة، اوعى تقتلوا شيخا لم يحملوا السلاح. ما دام انه لا يحمل السلاح فاياكم ان تقتلوه. اياكم ان تعتدوا على راهب في صومعة، واحد قاعد يعبد ربنا في صومعته ومحدش يجي عنده. شوف الرحمة. اياكم ان تعقروا بهيمة، اوعى تقتلوا بهيمة او تقطعوا شجرة. شوف الرحمة حتى بالبهايم وحتى بالاشجار. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. كان النبي مظهرا طيبا من مظاهر الرحمة. فنبص نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي لوحده كان يطول زي ما هو عايز. سيدنا حذيفة بن اليمان قال صليت مع النبي في مرة لوحدي فقرأ البقرة فقلت يختم عند 100 آية. قلت يجي عند 100 ويخلص ويركع. واصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ختم البقرة 286 آية. فقلت يركع بعد البقرة ولكنه واصل القراءة فقرأ النساء. قلت يركع بعدها فلم يركع ثم قرأ آل عمران، يعني حوالي 5 أجزاء، والجزء فيه 8 أرباع، وكل ربع فيه على الأقل صفحتين، يعني أزيد من 80 صفحة يقراها النبي وهو ما يصلي لوحده. لكن كان لما يصلي بالناس كان يتجوز، يعني كان يخفف في صلاته. ولذلك النبي بيقول إني أحب أن أطيل الصلاة ولكنني أسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أخفف في صلاتي خشية على أمه. شوف رحمة النبي. قال أنا أحب أطول في الصلاة، لكن ورايا ممكن يبقى لها طفل أما يبكي، فأنا أخفف في الصلاة خشية على أمه قلبها يهفو لبكاء صبيها. وبعدين واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أتأخر في الصلاة عن الجماعة، أنا أحب أصلي جماعة بس لما أجي أؤخر شوية، لأن خلي بالك حضور تكبيرة الإحرام من أفضل الأعمال عند ربنا. لما تحب تصلي جماعة احضر تكبيرة الإحرام. فالرجل الصحابي أما يتأخر فبيقول للنبي يا رسول الله أنا أحب أصلي جماعة لكن أنا بتأخر واجي واخر شوية. قال له ليه؟ قال له فلان يصلي بنا ويطيل في القراءة. أما يصلي ويطول جو، بس مش يطول يعني إيه؟ يعني ممكن يقرأ مثلا جزء في الركعة، مش يقرأ مثلا صفحة بس مطول. قال له فلان يطيل في القراءة. فالنبي أول ما سمع دوه غضب واحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وانتفخت أوداجه وقال إن منكم منفرون، إن منكم منفرين. في ناس
بيكره الناس في الدين. ثم قال: من أما الناس فليتجوز، يعني فليخفف. ليه يا رسول الله؟ فإن منكم الضعيف، فإن منهم الضعيف ومنهم الكبير ومنهم ذا الحاجة. راجل واقف عم يصلي وراك، ممكن يبقى راجل كبير سن عايز يخش الحمام يا اخي، تخش تقرا خلي بالك يعني وتطول التخفيف في الصلاه. راجل وراه مصلحه، وراه مشوار في العشاء وعايز يروح مشواره دوت وهيتاخر على المشوار دوت، تخفيف. بس مش التخفيف اللي هو المخل بالصلاه، التخفيف المعقول، الحاجه اللي ما تخلش بالصلاه ايضا، عشان ما يجيش واحد يقول لك لا ده الواحد يصلي ويقرا ايتين في الصلاه. لا، ده النبي كان ممكن يصلي بجزء كامل، يعني يصلي مثلا بالنبأ، بالمرسلات، يخفف في صلاته. كان يتجوز النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخفف في صلاته، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض العبادات خشية أن تكون فرضاً على أمة النبي محمد. كان النبي يجي يتوضأ يستخدم السواك، الصحابة لما شافوه فشوف النبي قال إيه: لولا أن أشق على أمتي، أنا خايف إن أنا أتقل على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. يسيب السواك فترة معانا، مش راضي إن هو يشق على أمته. لما عملوا قيام الليل دعوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المسجد ليؤمهم في قيام الليل، ولكن النبي رفض الخروج في قيام الليل خشية أن يفرض على أمته. يجي واحد يقول لك طب النبي رفض يصلي قيام الليل يبقى احنا نعمل زي النبي. اقول لك نعم، الصحابه بعدها عملوها، والنبي قال: ما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. اللي يعملوا الصحابه يبقى تشريع على طول، زي ما قلنا في الجمعه الماضيه: ما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يبقى لما يحج النبي ويطلع سيدنا الأقرع بن حابس يقول: يا رسول الله، لما النبي قال: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، طلع سيدنا الأقرع ابن حابس قال له: يا رسول الله، أفي كل عام نحج كل سنة، نيجي كل سنة يا رسول الله؟ النبي سكت، مرضيش يرد عليه خشية أن يفرض ذلك على أمته ويكون ذلك مشقة على أمته. سكت النبي. جه سيدنا الأقرع كرر السؤال تاني، سكت النبي. جه سيدنا الأقرع كرر السؤال مرة ثالثة، فالنبي زعل وقال له: ذروني ما تركتكم، ما تسألوش على حاجة أنا ما تكلمتش عنها، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. حاجة اللي ما تكلمش عنها النبي ما تقحمش نفسك فيها. الدين يسر والدين سهل. النبي قال: لا يشاد الدين أحدا إلا غلبه، لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. المتنطع والمتشدد هيهلك. الرفق في الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صام يواصل الصوم. جاء الصحابة حبوا يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم حبوا يواصلوا زيه، يصوموا على طول الأسبوع كله. فالنبي قال لهم: إني لست كهيئتكم. قالوا له: يا رسول الله، احنا عايزين نعمل زيك، عايزين نصوم زيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم
وتصلي على الحبيب قلبك يطيب. قال لهم إني لست كهيئتكم، أنا مش زيكم، فإنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. أنا ربنا سبحانه وتعالى ما يطعمني ويسقيني، يخش بستان، حديقة، جنينة، وبعدين أول ما يشوفوا جمل من الجمال ترغو عيناه بالدموع، لأن عارف اللي قدامه مصدر للرحمة، مصدر للإنسانية، مصدر للشفقة. أول ما دخل البستان الجمل شاف النبي رغت عيناه بالدموع يشكو همه إلى النبي محمد. مشى عليه النبي ومسح بيديه الشريفتين دموع هذا الجمل، وهو يعلم سر هذا الجمل، وقال لهم فين صاحب الجمل دوا؟ جه راجل من المدينة قال له أنا يا رسول الله. قال له إن هذا الجمل يشكو إلي أنك تجيعه وتؤدبه، اتقوا الله في هذه البهيمة فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه. جمل لما يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي جاب الأطفال الصغيرة يروح يزور حد من قرايبه، من أصحابه، من أهله، كان يسلم على الطفل. أنت لما تخش عند واحد صاحبك وتسلم على ابنه تعمل زي ما كان يعمل النبي، سلم على الطفل الصغير عشان يكتسب ثقة في نفسه، عشان يكتسب محبة ليك أنت، عشان يحب الكبير، عشان يحترم الكبير. كان النبي يروح عند حد من أهله أو حد من أصحابه يلاقي طفل صغير يسلم عليه بإيده، شوف الرحمة، يسلم عليه بإيده، يمسح على راسه، يدعو له، يرفع كف الضراعة إلى الله ويدعو له، يسأل على حاله، يسأل على حال العيل الصغير دوا. ازيك يا حبيبي؟ انت سنك كام سنة؟ اما تعمل ايه؟ عايز تبقى يتكلم؟ حب العيل الصغير عشان تبان قدامه انك مسلم، انك رحيم، انك قدوة أسوة، اما تتأسى بالنبي محمد. كان سيدنا الحسن يمتطي ظهر النبي محمد، يركب على ظهر النبي وهو ساجد، كان يسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويابى يرفض ان يقوم من السجود، يسيبه لغايه ما حتى يشبع ويقوم النبي من السجود، وكان يحمله على كتفه. شوف أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعنا الصلاة على الحبيب محمد. خلفت بنت سميتها أمامة، كان أبوها أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع دوا أمه هالة بنت خويلد اللي هي أخت السيدة خديجة بنت خويلد، يعني السيدة زينب تبقى بنت خالد سيدنا أبو العاص بن الربيع. تزوجت أبو العاص بن الربيع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لم يسلم سيدنا أبو العاص، ما كانش مسلم في الأول، ومتزوج مين؟ متزوج السيدة زينب. ويجي بعد كده هو لم ينزل الأمر بالتفريق، ما كانش لسه نزل الأمر من ربنا أن يفرق
ما بين المسلم وغير المسلم، أو المسلمة والكافر. ما كانش لسه نزل الأمر من عند ربنا سبحانه وتعالى بالتفريق ما بين الزوج المشرك زي أبو العاص والزوجة المؤمنة المسلمة زي السيدة زينب. فقعدت مع زوجها. جه النبي هاجر للمدينة، لم تهاجر معه زينب، بقيت مع زوجها بالرغم ان مشرك، بالرغم ان كافر، ابقاها النبي صلى الله عليه وسلم، سابها سيدنا النبي. وبعدين بعد كده هو يجي ابو العاص دوا يعمل ايه في غزوة بدر؟ يحارب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع أسيرا في يد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مسكوه أسير، فإيه اللي يحصل؟ لم ينكلوا به، لم يعذبوه، لم يحبسوه، لم يقتلوه، ولكن تعاملوا معه برفق. وهكذا مع سائر الأسرى، كان أي أسير يمسك النبي في أي غزوة من الغزوات، أي أسير. تعال النهاردة لو في بعض الدول تقول لك إن إحنا عندنا حرية، لو مسكوا أسرى ممكن يعذبوهم، ممكن يقتلوهم، ممكن ينكلوا بيهم. لكن شوف رحمة النبي حتى بأعداء الله، حتى بالمشركين كان رحيما. كان يمسك الأسير ما يعذبوش، ما يقتلوش، ما يتعداش عليه. إنما عمل إيه؟ كان يمسك الأسير يطلب منه الفدية، يقول له هات فدية وخلاص، ويطلق سراحه. يمسك الأسير لو ما معاش فدية، ما معاش فلوس يدفعها فدية لنفسه، بهائم معاش جمل يدفع فدية لنفسه، كان يطلب منه أن يعلم بعض الصحابة القراءة والكتابة. شوف الرحمة، مظاهر الرحمة اللي أرسى داعمها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإيه اللي يحصل مع أبو العاص؟ قدم له قرطا عقد كان بتاع السيدة زينب، وكان هذا العقد للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أرجعه إليه وطلب منه أن يأتي إليه بزينب ويطلق سراحه. ففعلا جاءت السيدة زينب بنت النبي ولحقت بالنبي في المدينة، والنبي أطلق سراحه. يروح أبو العاص مكة ويقعد قد ايه؟ ظل ما يقرب من 6 سنين في مكة وهو معاد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة كانت السيدة زينب معاها بنت اسمها أمامة، بنت السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أمامة كان أبوها مين؟ أبوها أبو العاص بن الربيع اللي هو مشرك وكافر، وأما يحارب النبي ويعاد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي كان بيتعامل مع الطفلة الصغيرة دي بقسوة؟ تيجي النهاردة واحد يبقى بنته مطلقة من واحد معين ويعامل أولادها بقسوة، ده أنت جدهم، ده أنت سيدهم. يقول لك لا، ده أصل الواد ده ابن فلان، وبعدين يعني يقول لك أصل أبوه ما يستاهلش. طب العيل الصغير ذنبه إيه؟ بأي ذنب يهان هذا الطفل الصغير؟ يبقى عندها بنت صغيرة ويعاملها بقسوة، ما يرضاش يصرف عليها، ما يرضاش يعطف عليها، يعامل أولاده بحنية، ويجي عند بنته الصغيرة اللي أبوها مطلقها أو أبوها هاجرها يعاملها بغلظة، يعاملها بجفوة. تقول له حرام عليك، يقول لك أصل ده بنت فلان، ده عشان أبوها ما يستاهلش، ده أبوها مش عارف نجس، ده أبوها مش عارف، ده مش عارف إيه، أبوها ما ينفعش معانا كده. هو الطفل الصغير ذنبه إيه؟ تعالوا بصوا شوفوا كان لما يتعامل ازاي النبي مع أمامة
ابنة بنته زينب رضي الله عنها وارضاها، اللي كان ابوها مشرك، اللي هو ابو العاص بن الربيع. كان النبي اذا صلى يحملها على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم. لما يجي يصلي الطفل الصغير ده ماليش ذنب، لا تأخذوا ذنب الأطفال بأخطاء آبائهم بذنوب آبائهم. الأطفال الصغار ليس لهم ذنب في التعامل. النبي كان يجي يصلي يشيل أمامة بنت السيدة زينب، يشيلها على كتفه، وأبوها مين؟ اللي ما يحارب النبي، اللي ما يعادي النبي، اللي ما يقاتل النبي، اللي هاجر بنته، اللي هو تارك بنته 6 سنوات تركها في المدينة. ورغم ذلك لم يغير النبي تعامله مع أمامة. يشيل أمامة على كتفه وهو ما يصلي، ولما يسجد يحطها على الأرض. يجي يقوم النبي يشيلها تاني على كتفه ويقرأ بها النبي ويضاحكها ويلاطفها ويلاعبها. هكذا كان دأب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تيجي السيدة أم قيس معاها عيل صغير وتدفع به إلى النبي محمد، طفل صغير. وزمان كان الطفل الصغير ما كانش زي الوقت،